من اكتر الحاجات اللي هتحبها لو انت موجود في المانيا هي البيت في المانيا في وقت الشتاء، يا سلام. عزله وانعزال، ومش هتحس بسقعه، ومش هتحس ببرد، مش هتحس بهواء، مش هتحس باي حاجه خالص. لان البيوت في المانيا عكس البيوت في دول تانية زي مثلا ايطاليا، اليونان، مصر، معموله انها للشتاء، مناسبه لجو الشتاء. لان اغلب الوقت هنا في المانيا هو شتاء، وما بيطلعش علينا شمس الا يعني في اوقات معينه في السنه، يعني بيتهيألي كام يوم الواحد يقدر يعدهم على الصوابع يعني. اللي بيطلع فيهم الشمس واللي بيكون فيهم الجو كويس. واغلب الوقت الجو يا اما بتشتي يا اما هوا، يا سقعه يا تلج على حسب. فهنا في المانيا البيوت معموله عشان الغرض ده، ان هي في وقت الشتاء تقدر تدفيك وتبقى قاعد مرتاح جوه البيت، سواء بتعمل هوم اوفيس، سواء نايم، سواء بتعمل اي حاجه، ما تبقاش ديسترب بدرجه الحراره بره. دي قصه تانية بنتكلم عنها بعدين، بس انا بتكلم جوه البيت في المانيا. ففي 3 حاجات انا بشوفهم من اعظم الحاجات بصراحه اللي هم عاملينها هنا في البيت، وبتساعد ان انت تحتفظ بدرجه الحراره عندك في البيت مهما كان الجو ساقع. ايه هم دول؟ تعالوا اقول لكم عليهم. اول حاجه الارض في اي بيت الماني، في اي شقه المانيه غالبا هتكون باركيه زي ما انتم شايفين، مفيش سيراميك. لان الباركيه ده خشب فبيحتفظ بدرجه الحراره، فمع اقل هيتنج جوه الشقه هتلاقي ان الارض دافيه ومش بتبرد بسهوله. تاني حاجة الحيطة، شايفين الحيطة سمكها عامل ازاي؟ الحيطان هنا عريضة جدا جدا جدا، وبتعزل بشكل رهيب، بتعزل الحرارة، بتعزل البرد، بتعزل كل حاجة. فلما بنسخن البيت هنا لما بيبقى جو ساقع بنستعمل الدفاية. تالت حاجة هي دي فوز بودن، يعني دفاية مخصصة للأرض هنا بتدفي الأرض. ودي ممكن تكون موجودة في الشقق اللي هي او في العمارات اللي لسه مبنية جديد. البيت ده جديد ففي الخاصية دي. في البيت القديم اللي انا كنت فيه ما كانش فيه ده، كان فيه الدفايات العادية. تعالوا اوريها لكم. الدفايات هنا حاجة مهمة جدا جدا جدا، واستحالة تلاقي بيت ألماني ما فيهوش دفاية، لدرجة ان هم بيحطوا جوه الحمام نفسه دفاية. فما فيش اي ركن في الشقة مش متدفي او مش واصل له درجة حرارة مناسبة لو الجو شتاء. ففي الحمام غالبا هنشوف دفاية زي دي. في الحمام بتبقى فيه دفاية زي دي عشان تدفي الحمام. وكمان يعني بعد الشاور وكده ممكن يعني تنشف الفوط والحاجات اللي انت بتستعملها. محدش بينشر حاجة هنا بره، الغسيل وكل حاجة بتفضل جوه الشقة. فدي من الحاجات اللي بتساعد يعني ان ترفع درجة حرارة الحمام وتخلي اي حاجة جواه يعني تنشف بسهولة. ودي ما بنستعملهاش الا، ودي حاجه من الحاجات اللي بيقولوا عليها هنا كتير في المانيا، انك لو فتحت شباك وانت مشغل الدفايات لازم تفصل الدفايه الاول عشان